ازاي سلاح واحد بس يقدر يمسح مدينة كاملة في ثواني؟ قنبلة نووية. القنبلة النووية دي مش مجرد متفجرات تقليدية، دي مبنية على أقوى قوة في الكون، قوة انشطار أو اندماج نواة الذرة. في نوعين من القنابل النووية: قنبلة الانشطار وهي الفيشن بومب، ودي اللي اتضربت على هيروشيما وناجازاكي، بتعتمد على تقسيم عناصر تقيلة زي اليورانيوم 235 أو البلوتونيوم 239. ولما النواة بتتشقق بتطلع طاقة كبيرة جدا، وكمان بتطلع نيوترونات بتكمل التفاعل ده في سلسلة انفجارية سريعة جدا. رقم 2 قنبلة الاندماج أو الهيدروجين بومب، دي بقى أخطر وأقوى بكتير. بتشتغل عن طريق دمج نواه عناصر خفيفة زي الهيدروجين، بس علشان تبدأ تفاعل الاندماج لازم حرارة مهولة، والحرارة دي بيولدها انفجار قنبلة انشطار صغيرة جواها، يعني قنبلة جوه قنبلة. وبداية الموضوع ده كانت في الحرب العالمية الثانية، فمشروع سري أمريكي اسمه مشروع مانهاتن. آلاف العلماء وعلى رأسهم أينشتاين وأوبنهايمر اشتغلوا لسنين في المستخبي لحد ما صنعوا أول قنبلة سنة 1945. وفي 16 يوليو 1945 تم تفجير أول قنبلة نووية في التاريخ. ومن بعدها العالم اتغير للأبد، مش بس بسبب القوة لكن بسبب الرعب اللي القنبلة دي جعلته واقع. ما تنساش إنه ما خفي كان أعظم. طريق السلامة.